خلاص كده يا ولاد، كل واحد فهم البروجكت المطلوب منه. يلا دلوقتي قسموا بعض مجموعات، كل 5 يشتغلوا مع بعض. وما تنسوش هستلمه منكم الأسبوع اللي جاي، محدش يتأخر. هو ما ينفعش يا ميس كل 2 يعملوا البروجكت ده سوا؟ لا يا فريدة، ما ينفعش. أنا عاوزاكم تتجمعوا سوا وتشتغلوا مع بعض. كمان في تفاصيل كتير قوي، فمحتاجين عدد أكبر. انت كده عرفتي المجموعة بتاعتك؟ أيوة يا ميس. طب في أي حد عنده أي سؤال؟ أو في أي حاجة مش واضحة؟ لا يا ميس. طب يلا على البريك. مالك بس يا فريدة، متضايقة ليه؟ أنا ما بحبش أشتغل مع ناس ما أعرفهمش كده، الجروب هيكون كبير وبعدين اللي معانا دول مش أصحابنا حتى. أنا كمان يا فريدة مش مبسوطة خالص. طب هنعمل إيه دلوقتي؟ مش عارفة بس يا فريدة، بس احنا لازم كلنا نتعاون مع بعض علشان نشتغل صح ونعمل البروجكت. تفتكري هنعرف نشتغل مع بعض؟ أنا على طول متعودة إن نشتغل معاكي أو مع أصحابي. مفيش مشكلة، هما برضو زمايلنا في الفصل وشكلهم كويسين. أهم حاجة نتعاون كلنا سوا. أنا جنة معاكم في البروجكت الجديد. أهلا يا جنة. طيب عاوزين نتجمع سوا علشان نشوف هنوزع الأدوار على بعض إزاي ونبدأ نشتغل. طيب خلينا نتجمع كده ونتكلم كلنا. خلاص أنا هبلغ زمايلنا وأجيبهم وآجي. خلاص اتفقنا. قوليلي يا حبيبتي، يومك كان حلو النهاردة في المدرسة؟ يا ماما. بس أنا حاسة إنك مش مبسوطة. بصراحة يا ماما التيتشر ادتنا بروجكت وقالت لازم نشتغل فيه جروبس، وخلت كل 5 مع بعض وطلبت مننا نشتغل البروجكت ده، وما رضيتش إن أنا ونون نشتغل مع بعض فيه. طيب وفيها إيه دي يا فريدة؟ دي حاجة كويسة إنك تشتغلي مع ناس تانية غير اللي انتي متعودة تشتغلي معاهم، لأنك كده هتتعلمي منهم حاجات جديدة. ما يا ماما أنا مش بحب كده، أنا بحب أشتغل لوحدي أو مع نور أو مع أصحابي. ده مش صح، العمل الجماعي ده مهم جدا وبيعلمنا حاجات كتير ومهمة قوي. زي إيه يعني يا ماما؟ أول حاجة هيخلي عندك أصحاب جداد، كمان هيعلمك التعاون مع زمايلك وإزاي توزعوا الأدوار على بعض علشان كل واحد يعمل حاجة وفي الآخر تعملوا البروجكت سوا جماعي. بس أنا مش بحب كده. مش اتفقنا قبل كده إننا ما نحكمش على حاجة غير لما نجربها الأول ونشوف وقتها هنحس بإيه؟ ما نور قالت لي كده برضه. خلاص جربي وأكيد مش هتندمي.